السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه؟ التطبيق ده فايدته ايه؟ التطبيق ده بيشتغل ازاي؟ التطبيق ده حقيقي؟ التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدور عليها مش قادرين توصلها وعارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق؟ كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال الفيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق ومميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق ريفو ليت. التطبيق ده مساحته 101 ميجا، محمله اكتر من 50 مليون شخص. تطبيق بنكي موجود داخل الولايات المتحده الامريكيه. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تفتح حسابك البنكي، تقدر ان انت تدفع او تصرف عن طريق الفيزا كارت اللي انت بتستلمها. بتقدر ان انت تعمل حساب ادخار يدخل لك دخل، يعمل لك دخل ثابت سنوي على الوديعة او الادخار اللي انت حاطه في البنك. بتوصل لحد 4.5% ان انت تحصل على عائد سنوي للحساب اللي انت حاطه في البنك او الوديعة اللي انت حاططها في حساب الادخار. بتقدر تدفع عن طريق الفيزا كارت في المتاجر في اي مكان، دفع الكتروني عن طريق الانترنت، عن طريق اي وسيله دفع. بتقدر كمان ان انت تعرف اقرب صراف آلي ليك واقرب فرع للمقر الرئيسي، ان انت لو عايز تعمل اي معاملة في الفرع الرئيسي. تقدر كمان ان انت تتداول في البورصة، بيقدر يخليك تتداول في البورصة بأقل سعر اللي هو من اول $1. تقدر ان انت تتداول في البورصة، تشتري اسهم في البورصة وتقدر ان انت تبيع وتقدر ان انت تحقق من البورصة مكاسب من خلال التطبيق ده. ده كده الغرض من التطبيق وده كده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية، مفهوش لغة عربية للغات متعددة كتيرة، طبعا لان هو تطبيق امريكي داخل الولايات المتحدة الامريكية. ده كده الغرض من التطبيق والمميزات والعيوب بتوع التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة لو اكتشفت ميزة وعيب اكتبها في تعليقات الفيديو. ده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق ولقى في حاجة مختلفة يكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابية او السلبية. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس اللي بتخش تشوف الفيديوهات الموجودة على القناة وبالذات الفيديوهات اللي بقالها فترة طويلة تقول لك انت ليه مش قايلين كل الحاجات الإيجابية او ليه مش قايلين كل الحاجات السلبية. ده ببساطة لان وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو مكانتش الحاجات دي موجودة. اما لو انت شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم بيومين باسبوع بشهر هتلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها عن التطبيق هي اللي موجودة في التطبيق بالظبط. وشكرا، سلام عليكم.